صباح الخير عليكم. رؤيا، شكرا على الاستضافة. وكذلك نقول لكم للأمة الجزائرية والعربية والإسلامية الجمعة، نقول لكم عيدكم مبارك سعيد بمناسبة العيد الأضحى المبارك. شوفي سيدتي الكريمة أسيا، يعني العيد تاع بكري وتاع درك اختلاف كبير واسع. بحيث شوفي احنا بكري عنده طابع اخر. العيد عنده حلاوته، عنده لمته، عنده محبته، بحيث ان الجزائريات بكري ولا الامه الجزائريه كامل من شرقها لغربها لوسطها لجنوبها كانوا يتلموا في دار الكبيره. كي نقولوا دار كبيره كانت دار الجد، دار العم، دار الانسان الكبير في العائله، ينضموا عنده، يذبحوا عنده. وكانت حلاوتها الناس يشروا الاضحيه هذيك، كانت عندها قيمتها كبيره. كان يوجدوها من قبل، يوجدوا الدار من قبل، يوجدوا الاعمال كامل اللي ياكلوها ايامات العيد كانت تعمل باليد. يعني حرفة اليدين كانوا كل حاجة يوجدوها باليد. كما نقولوا احنا رشطة، طعام، حتى كاين اللي يديروا مقارون بالترك، مقارون، كل واحد كيفاش كان يوجد. لكن العيادة اللي كانوا يجيبوها من قبل يجيبوها باش يفرحوا بها، يشوفوها الدراري ونعلموهم على عاداتنا وتقاليدنا كيفاش هي، ومن بعد نحنيولو لهذاك الكبيش، نوريولو ما هي عادات، بحيث ان نوري لهم العادات والتقاليد، وكذلك نعطيو لهم كيفاش كنا بعاداتنا، كيفاش تقرب الى الله بهذه الاضحيه. بعد يتلموا الكبار يفهموهم كيفاش كانت الأضحية، كيفاش حتى الأضحية بدات دينيا. يعني نعلموهم كيفاش كان سيدنا إسماعيل كان راح يضحي بوليده، كيفاش الكبش جاء. يعني هذه الأشياء نعلموهم للأبنائنا، ومن بعد ندخلوا للتقاليد والعادات اللي هي أساسنا، هي هويتنا، هي تاريخنا كذلك. هذه هي تبدأ بالأضحية، كيفاش نشريوها وكيفاش، لكن تبقى دائما دركاتيك الاختلاف كبير. حين بداو العائلات ما يتقاربوش مع بعضهم، كل واحد يذبح وحده. من العائلات الكبيرة ما يروحوا لهمش بزاف الناس، دونك بقى كل واحد يروح لوحده. نقولوا بالك ربما للمعيشة اللي ولات يعني غالية، الناس ما ولاتش تذبح كامل. ربما بالك نقولوا بلين قاعدة صلة الرحم، لهذا للأسف صلة الرحم اللي انقطعت، ولاو الناس كل واحد يلا نفسي. حتى التهاني ولات على الفيسبوك، على الماسنجر. لهذا نقول الاختلاف الكبير ولات يعني صلة الرحم اللي انقطعت بين العائلات. شوفي التوابل كانوا أكيد سيدتي الكريمة كانوا يوجدوها. نوجدوا توابل تاع الشطيحة، نوجدوا توابل تاع الشوربة، نوجدوا حتى العائلات كما تعرفي. العيد، صبيحة العيد كانت الناس توجد الماكلة من قبل الأضحية. كاين كيما الراجل اللي يبدا يذبح، اللي تسمى عليه الكبش ولا يكون صايم، ولا السيد اللي يذبح مولشي يكون صايم باش يفطر بهذيك الكبيده. دونك حنا واش يديروا السيدات تفطر بهذيك الكبيده، لكن الكبده هذيك اللي تكون جديده وتكون فريشكه. لكن سيدات البيت يكونوا وجدوا الماكله، كل واحد كيفاش وجدت. كاين اللي توجد شريبه باش تكفي العائله مع لي فريت وكامل، لكن كل واحد وكيفاش طبيعته. كاين اللي وجدوا تاني طواجن واحد اخرين. بحيث انا قلت لك بكري كانوا عائلات الله يبارك ما يطموا ولادها، لا كانوا الله يبارك في 7 ولا في 6 عرايسها، الجد الجده، يعني كانوا عائله كبيره تنظم. توجد السيدات، نولوا السيدات واش توجد لي زابيس، ترحيهم، تنشفهم، اولا تشريهم، تنقيهم، تغسلهم، تنشفهم، ومن بعد ترحيهم. توجد قلنا الرشطه، توجد حوايج تاع العيد، يوجدوا للدراري ويوجدوا الكبار، باسكو حتى المراه الجزائريه هنا انا نعطيك على العاصمه، لكن ما ننساوش كل منطقه في الجزائر عندها عاداتها وتقاليدها، لكن يتشابهوا شويه. بحيث ان نقولوا الجزائريات واش يوجدوا الجبيبه تاع صبيحه العيد، تاع الغسيل دواره والباسينات اللي يكونوا وجدوهم. حتى بكري كانوا يوجدوا الميدات اللي يحطوا عليهم
طابوريات، حتى طابونات كما بكري كانوا ماشي طابونات اللي كانوا يديروا في الرشوه هذاك، يعني هذاك اللي كان جديد كان الناس تباها به، ومن بعد ولا كل واحد طوروا ولاو الطابونات ولاو الاواني جديده. الاخرى توجد بايزومبل بنتها توجد باش توجد لي فريت، الاخرى باش تغسل الدواره، كل وحده تقسم عليها. لكن باش توجدوا كامل هذوما كانت هي السيده اللي كانت تمد للسيد البيت باش يروح يشيلها، باسكو السيدات ما كانش هما بكري اللي يروحوا يشروا. لكن العادات دركاتيك اختلفت، كانت المراه دركاتيك المراه هي تخير الباسينات للذبيحه، الزليف وحده، الكبده وحدها، دواره وحدها. كما نعرفوا حتى صاحب البيت ولا الوليدها ولا كما نقولوا وليدها هو اللي يغسل لها الدواره، ينحي لها داك الكبير ويبعث لها ديك الدواره هي تكمل تملطها ولا كما نقولوا. لكن كثرتها سيدات تأكد انها توجد لبستها تاع العيد الصباح، توجد لبستها تاع مول الظهور اللي يجوها الناس، توجد الاولاد ولادها يوجدوا هذيك اللبسه الجميله تاع دراري. حتى في عاداتنا وتقاليدنا الدراري الصغار يوجدوا هذيك السروال الشلقه صغير اللي يكونوا يدوروا به البنيتات، الدراري يكونوا مع اولادهم، الدراري يكونوا مع الاب ولا يعلموا له الاضحيه. الا كان شويه كبير، الا كان صغير لا الصغير ما يدخلوش الاضحيه، ما يشوفش هذيك الذبيحه بحيث الغالب هذه هي سنه الحياه. يعني ما يشوفش هذيك الاضحيه كيفاش يذبحوا هذاك العيد. من بعد يبداو عادات وتقاليد لكل منطقه. العادات تاع الكبش، كاين الناس اللي حافظت على العادات، وللاسف العادات كثير راحوا وكاين بداو نتذكروهم. نتاسف لهذا الشيء. بكري كانت السيدات تحافظ على كل عاداتها، انها كي تذبح الزليف تتشوط الله الدوره تتغسل، هذيك الهدوره يرموها يحطوها في سويشي، ومن بعد يديروا لها الملح وينشفوها، من بعد يغسلوها ويبشموها، من بعد وتكون الله يحطوها. من بعد تطورت شويه هذيك الهدوره ولا يصبغوها يحطوها، يعني مكان في اماكن اللي يزيد لها مبهيه. وكل مره هذيك الهدورات تقول هذه هدوره تاع اللي ذبحنا بالاسم تاع فلان، هذا تاع العام. الهدوره هذيك للاسف دوك اندثرت، تخبات هذيك الهدوره ولات ترمى بها بالزليف والدواره. يعني للاسف الشديد هذا ما وصلنا له بحكم وباش نشوفوا كاين ناس ما عندهمش. للاسف الشديد الناس ما تاكليش انت الدواره وما تاكليش الزليف وما تخدميش هذيك الهدوره، لكن كاين الناس اللي تقدري مدي لهم الدواره، مدي لهم الزليف، وكوني اتصلي ديجا من قبل الناس باش تقدري تمدي لهم هذا الشيء. يعني من بعد 3 ايام تاع العيد لما تكون صور مؤلمه حاشاكم في الطرقات نصيبوا هذيك الدواره مرميه، هذاك الزليف الله يبارك اللي تكون كي طيبوا المراه الجزائريه تكون بنينه يعني بالاطباق تاعها. كاين اللي يديروا شطيحه، كاين اللي مازال ما تفكروش، وكاين اللي يتفكروا يديروا شريبه زليف الله تاع زمان. الناس مازال ما كاين الناس اللي حافظت على هذه التقاليد، كاين الناس اللي دير شويه هذيك الشريبه تاع الزليف بالثوم الله ودير شطيحه كي يكونوا الغاشي باش نكملوا هذيك الضيافه تاع الناس، ولا هذوك الناس معروضين مع هذيك البكبوكه الله ولا عصبان دوكاتي كما قلت للاسف ولا كل شيء ترمى. بغيت النظر كذلك كاين الحنه، كاين الناس اللي تفكروا ولادهم يديروا هذيك الحنينه تاع لافاي تاع العيد، وكاين اللي يديروا للكبش الحنه من قبل، يديروا لهم للكبش للدراري. كاين اللي كذلك كاين الناس اللي يوجدوا الضيافه غدوه من داك. يعني كما تعرفي البروميي جور عندنا هذاك لي فريت، الكبده، دواره، الزليف، العصبان، البكبوك الله. وكاين اللي غدوه من داك يوجدوا رشته، طعام، شخشوخه، كل واحد واش يطيب. كما تعرفي الجزائر هي قاره بحد ذاتها، قاره بتاريخها، قاره بعاداتنا من الشرق للغرب للوسط للجنوب. اكلتنا جميله جدا، في كل منطقه عندنا اكلات نفتخر بها، ولازلنا لحد الان محافظين. يعني معظم سيدات الجزائر محافظين على عاداتنا وتقاليدنا. كي توصل للعادات نقول لك ان الجزائريه في الوسط تحافظ على ذكر الرشته الله. في بلاد القبائل يديروا لك هذيك تويزه الله اللي تويزه هذيك اللي تخلي القليل والمرفه ياكلوا
كيف يعني الناس اللي ما ذبحتش واللي ذبحت يوصلوا كامل انهم يكون عندهم حظ، يكون عندهم نصيب من هذاك الكبش ولا هذيك. وما كما تعرفين ما يذبحوش الكباش، لكن يذبحوا الفروده، يذبحوا الفرد اللي يكون كبير الله يبارك 3 ولا اللي يكونوا ناس من اخيار هذيك المنطقه، يكون عندهم المال جمعوه من التجار ولا الناس يشروا هذوك الفروده ويذبحوهم ويقسموهم للناس، ومن بعد تيك الناس كامل طيب كيف. وكاين كذلك في الغردايه يعني عندهم طبوع اخرى، يعني عادات واحده اخرى. يعني هذا يعني كيما نقول لك في قسنطينه كذلك شخشوخه الصياص، شخشوخه الطفر. في بسكره عندنا شخشوخه الورق يعني. والجنوب كذلك عندنا الله هذيك الماكله بالطعام بالجبن ولا بالغزال، يعني اكلات جزائريه جميله جدا. والغرب الجزائري ما ننساش الغرب الجزائري اللي عندنا المرقاه هذيك الله كما نقولوا باللون هذاك الصفر جميل جدا، بالزعفران اللي نديروه يكون بنين. يعني قلت لك الجزائر عاداتنا وتقاليدنا كثيره وحافظين عليها. ممكن في كي توصل العيد فئه في الاكلات الشعبيه نقصوا، لكن كي تولي للاكلات الشعبيه تاعنا والتقاليد الجزائريه حافظين على هذه الاكلات. كما تعرفوا الجزائر من الأوائل ومرتبة الأوائل كما تعرفوا، حتى عالميا الناس ولات درك راهي تحوس على أكلات الشعبية تاعنا، وأنا أفتخر بذلك.